انا عايزه اجوز ابني علشان خاطر ابني مش معاه فلوس ومش متحمل المسؤوليه وعايزه واحده تصرف عليه. عنك ما اتجوزت يا اخي. ليه اظلم بنات الناس معايا يا جماعه؟ ليه نظلم بنات الناس معانا؟ يا فرحتي انا جوزت ابني النهارده وطلقته بكره. لا طبعا ما ينفعش. وبعدين انا دلوقتي اقول لبنت الناس لا، يا اما تصرفي عليه يا اما تقعدي تخدمينا. لا طبعا. ما يرضيش ربنا. ما يرضيش ربنا. المشكله اللي انا هحكيها دلوقتي ما ترضيش ربنا. تابعوني وشوفوا الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة من رب العالمين. يا رب. يعني قبل ما ابدأ الفيديو عايزة بقى اشتراك كده ولايك حلوة منكم وتعليق حلو منكم كده واشتراك في القناة. عايزاكم تنوروني وتشرفوني في قناتي. عايزاكم تنوروني وتشرفوني في قناتي عشان خاطر تكبر بيكو، واللي لسه ما اشتركش في قناتي يدخل كده ياخد له لفة فيها، يمكن تعجبكم وتتابعوني. انا النهاردة ان شاء الله هحكي لكم عن مشكلة. المشكلة ديت يعني في واحدة كانت بعتها. وانا بصراحة سمعتها وحبيت ان انا احكي لكم عليها. المشكلة دي بتقول ان هي كانت بنت عندها حوالي 35 سنة، او يعني فوق ال35 سنة، وما كانتش لسه اتجوزت. كانت بنت بنوت لسه. بس هي كانت بتشتغل. هي ما كانش فيها اي حاجة غير ان هو يعني عمرها كبير شوية بالنسبة للجواز. بعد كده يا عيني شافها واحد او في عيلة حطت عينها عليها. العيلة دي يعني ناس مش كويسة خالص. خدتها جوزتها ابنهم. ابنهم واحد مش كويس وما بيشتغلش ومش متحمل مسؤولية. فطبعا ابوه وامه حبوا ان هم ياخدوها يجوزوها له علشان خاطر هي تصرف عليه. وهي دي يا جماعة كانت بداية المشكلة. يعني هي الاول هم خطبوها من غير ما هي تعرف اساسا ان هو ما بيشتغلش، وان هو كانوا بيكذبوا عليها وبيقولوا لها ان هو بيشتغل. بعد كده بعد الجواز يعني خلاص الخطوبة تمت، وطبعا كانت كلها كذب في كذب، لان هم كانوا داخلين عايزين البنت بأي طريقة علشان خاطر تصرف على ابنهم. وعلشان خاطر تشيل حمله من عليهم. بعد كده جت البنت بعد كده بعد ما اتجوزت وخلفت. بدأ الزوج ان هو يطلب منها مرتبها، وان هو يطلب منها فلوسها علشان خاطر هو ما بيشتغلش وهو يصرف على البيت. طبعا هي احتجت على الوضع وما رضيتش تديله المرتب. قام ضربها هو واهله، وهو واهله قالوا لها لو ما كنتيش هتصرفي عليه احنا ايه هنطلقك وهنشوف واحدة تانية يعني يتجوزها وتصرف عليه. انا نفسي افهم، يعني هو الشخص ده مش مكسوف من نفسه ان هو يخلي اصلا مراته هي اللي تصرف عليه؟ مش مكسوف من نفسه ومش مكسوف ان هو يعني هو اصلا هو راجل اصلا. انا ما يتهيأليش ان هو راجل، مع احترامي لكل رب اسره بيصرف على بيته يعني مع احترامي طبعا لكل الرجاله الاصيله اللي بتصرف على مراتاتهم وشايلينهم طبعا ومكرمينهم. البني ادم ده طبعا مش راجل، وهي اختارت او هم اختاروا عيلة الولد او عيلة الشخص دوت اختاروا البنت دي علشان خاطر هي بتشتغل. المشكلة دلوقتي ان هو عمل لها ازمة نفسية. للست يعني هي بعت مشكلتها اساسا. انا سمعت مشكلتها بصراحة، قلت لازم اعرضها لكم لان انا اصلا زعلت. هي يعني بعتها بتقول انا اتطلق ولا ايه. فطبعا الرد عليها كان كان تتطلق لان دوت بني ادم غير سوي. وهو بيعمل كده، وخصوصا كمان ان العيله قالت لها يا تقعدي وتخدمي
خلاص انت هتقعدي وتخدمي، يا اما تقعدي وتخدمي يا اما تدينا المرتب بتاعك والفلوس بتاعتك واحنا نصرف فيكي ونتحكم فيكي. طبعا ده كلام حماها وحماتها واخوات الشخص اللي هي متجوزاه. طبعا يا جماعة دي حاجة ما ترضيش ربنا اساسا، دي حاجة يعني ربنا يا رب يعيننا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا وما يكتب علينا يا رب خالص الحكاية دي. فاحنا دلوقتي المشكلة دي كانت الرد عليها طبعا تطلقي، وانتي هتنقذي بنتك وهتنقذي نفسك من الوضع دوت. لان ازاي يعني انت تصرفي عليه؟ يعني دي حاجة اساسا بعد كده. طب فين يا جماعة المسؤولية اللي الراجل بيتحملها؟ ازاي اذا كان اساسا احنا اتربينا ان الراجل بيطلع من الصبح يطلع يشوف اكل عيشه ويطلع يشوف رزق ولاده علشان خاطر الحاجات اللي هم عايزينها وعشان خاطر الحاجات اللي هم مطالبهم. يبقى ازاي انت يعني انت واخدني من بيت اصل عشان انا كبيرة شوية تقوموا مثلا تهنوني وتذلوا فيا وتعملوا فيا العمايل دي كلها؟ طبعا الزوجة طبعا منهارة ومش عارفة تعمل ايه، مش عارفة تتصرف ازاي. علشان كده بعتت المشكلة ديت وردوا عليها قالوا لها لأ، انتي ربنا سبحانه وتعالى معاكي ولازم تنقذي نفسك من العيلة دي، لان العيلة دي اساسا عايزاكي، عايزة بس تاخد منك ما تديكيش. وطبعا ده ما يرضيش ربنا في كلتا الاحوال، ان البني ادم ياخد وما يديش. وللأسف يا جماعة دلوقتي احنا في مشكلة. احنا المجتمع بتاعنا سكوري، يعني احنا المجتمع بتاعنا بيظلم الست اللي بالشكل ده. فيها ايه يعني لما هي كبرت شوية في السن وما اتجوزتش؟ ده مش ذنبها، ده مش ذنبها ان هي كبرت شوية ونصيبها لسه ما جالهاش. وانا برجح لك بصراحة ان انتي برضو تنفصلي عن الشخص ده. هو يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق وهو اللي بيرزق. فاللي خلقه خلق ناس كتير جدا زيه احسن منه. ربما ان انت تقابلي البني ادم اللي يقدرك ويحترمك ويصونك، مش بني ادم عايزك بس عشان خاطر رغباته وانانيته، وان انت اللي تصرفي عليه. طبعا دي حاجه ما ترضيش ربنا يا جماعه، والله دي حاجه ما ترضيش ربنا. طبعا انا عايزه رايكم في التعليقات. تمام. انا عايزه رايكم في التعليقات وتوضحوا وتقولوا البني ادم ده ايه رايكم فيه، وتقولوا كمان رايكم ان هي تنفصل عنه ولا لا. لان احنا ربنا سبحانه وتعالى عززنا وكرمنا في القران الكريم. تمام. وعزز يعني الست والمرأة يعني عززها ولو ما كانش عززنا ما كانش ينزل مريم السيدة مريم عليها السلام، ما كانش ينزلها مثل للستات ان هي لازم تكرم ولازم يعني انا بتكلم ان احنا كمان ربنا سبحانه وتعالى كرمنا في القرآن الكريم. فما تجيش انت يا بني ادم تذل ست مثلا عشان خاطر هي اتأخرت شوية في الجواز، وعشان ربنا ما كتبلهاش ان هي تتجوز بدري، تقوم تذلها وتهينها وتقول لها انت كنتي عانس وانت كنتي. ده مش ذنبها على فكرة. طب لما هي كانت كده وما كانتش عاجباك، انت من الاول خدتها ليه؟ خدتها علشان خاطر مصلحتك واغراضك اللي مش كويسة. فبقى طبعا يعني يا جماعة احنا المشاكل دي على فكرة انتشرت جدا، اللي هي من النوعيات دي ان الراجل. يعني انا دلوقتي كمان بشوف في رجاله بتطلع ستاتها تشتغل في البيوت وتقعد وتستنى وتستنى يا رب يعافينا ويحفظنا من اللي انا بقوله دوت، وتستناهم كمان ترجع لهم بعلبه السجاير عشان خاطر يشربوها. فطبعا يعني انا بناشد كل امرأة بتشتغل وبتصرف على راجل، وبقول لكل ست بتشتغل وبتصرف على راجل حرام عليكي نفسك، حرام عليكي ولادك. يعني اهربي وانفدي بجلدك من العيشة اللي انت عايشاها دي اصلا عيشة ما ترضيش ربنا. ربنا سبحانه وتعالى كرمك وأعزك. يعني إنا كرمنا بني آدم يا جماعة، إنا كرمنا بني آدم. ليه بتعملوا كده في الناس؟ يعني ليه بتعملوا كده في الستات؟ الست على فكرة مش ضعيفة،
الست مش ضعيفة، الست تقدر تشتغل وتقدر تجيب فلوس زيها زي الراجل بالظبط. بس يعني احنا كمان مش هناخد رجالة نصرف عليهم، يعني ده ما يرضيش ربنا ان انا اخد راجل اصرف عليه. وبقول لكل ام لازم تحملي ابنك المسؤولية بعد ما يخلص الثانوية العامة على طول. لازم تحمليه المسؤولية ولازم تطلعيه يتدرب انه يشتغل حتى ولو شهر واحد في الاجازة. وده اللي انا ناوية اعمله على فكرة مع ابني. ان انا اخليه يطلع يشتغل ويطلع يعني يجيب فلوس. هات فلوس، عايز فلوس اصرف على نفسك. طبعا هو مش هيصرف على نفسه الفلوس كلها، بس حتى يعني ايه، تحسسه بالمسؤولية، تحسسه بقيمة ان هو عايز حاجة هو يقدر ان هو يعملها لنفسه. ما نعودش ولادنا يا جماعة، ما نعودش ولادنا ان كل حاجة تبقى مجابة ليهم. يعني ندلعهم زيادة عن اللزوم، لان الدلع بينقلب لضده في الاخر. فاحنا مش عايزين نظلم ولادنا فيما بعد، ومش عايزين نظلم الناس بولادنا، بل ان احنا كمان اللي نظلم ولاد الناس معانا. يعني انا بصراحة بقول حسبي الله ونعم الوكيل في دول البشر وفي دول ناس وضعهم بالوضع ده، وبيعملوا كده في بنات الناس علشان ايه؟ علشان خاطر الفلوس. يعني البني ادم اللي بيجيب الفلوس يا جماعه، مش الفلوس اللي بتجيبنا، البني ادم هو اللي بيجيب الفلوس. وزي ما الفلوس بتيجي على فكره ممكن اي حاجه تيجي، يعني الحب برضو بيجي، الولاد برضو بيجوا، بس إلا يا جماعة ذل البني آدم. اللهم أعزنا ولا تذلنا. أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم ونور رضاكم. وأتمنى يعني ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. واتمنى اي حاجة انا بنزلها تكون بتعجبكم، وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ومع السلامة، مع السلامة.